السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه الاخبار؟ طالما دخلت على الفيديو ده فما اظنش ان انت بخير، عشان انا كنت اقول لك اتمنى ان انت تكون بخير يعني. بس طالما دخلت على الفيديو ده فما اظنش ان انت تكون بخير يعني. ولكن اتمنى بعد الفيديو ده ان انا اضمنك شويه وان انا اساعدك في انك تاخد قرارك. وطبعا لان انا عارف ان الفتره دي هي فتره التفكير في التاجيل، وهل اقسم السنه ولا ما اقسمهاش، لان انا مراكم كميه كبيره ومش عارف الحق اخلصها ولا ما اخلصهاش. فهل ان انا اقرر اقسم السنه من دلوقتي واركز في المواد اللي انا مذاكرها شويه او مواد معينه اقدر المها واجل الباقي، ولا اخد كله على بعضه، ولا بقى ايه، ولا التأجيل عامة قرار وحش وبلاش أجل أيا يكن وأخش الامتحان على الله كده وخلاص؟ ده كله هتكلم عنه في الفيديو ده. تقول لي طب أنت هتتكلم عن الموضوع ده بناء على إيه، أو مين أنت عشان تتكلم عن الموضوع ده؟ أنا أجلت في ثانوية عامة، عشان أجيبها لك على بلاطة. أنا أجلت في ثانوية عامة، وكل الكلام اللي أنا بقول لك دوت هو من تجربة فعلية حصلت فعلا، فأنا بنقول لك التجربة بتاعتي مش أكتر. وأظن ده أكتر حاجة هتفيدك وتساعدك في إن أنت تحدد قرارك، سواء كنت هتكمل أو هتأجل. ولكن في البداية قبل ما نعمل أي حاجة، قبل ما نقول أي حاجة، روح جهز حاجة تشربها كده حلوة، وانزل اعمل لايك كومنت شير سبسكرايب. انا الحاجات ديت بتساعد ان ريتش القناه يكبر. ولكن لو مش عايز تعمل حاجه ما تعملش حاجه يعني، براحتك. المهم انه يلا بقى نبدا الفيديو. اول حاجه خليني احكي لك انا قررت اجل امتى وليه اجلت اصلا. انا اجلت قبل امتحان العربي اللي هو اول امتحان ثانويه عامه. اجلت قبله ب 10 ايام بالظبط. قبل الامتحان، قبل الامتحان ب 10 ايام بالظبط انا كنت ماجل العربي. طيب ايه اللي خلاني اجل العربي؟ لان انا في العشر ايام دول، انا اللي قبل امتحان العربي انا ما كنتش مذاكر العربي كويس، او كنت مخلص مذاكره العربي ولكن ما كنتش مراجع العربي كويس. انا عامه بدات مذاكره عربي اصلا في شهر 2. انت متخيل احنا حاليا في اول شهر 3؟ انا كان الشهر اللي فات ده كنت لسه اللي بادئ عربي يعني على بلاطه، ما اعرفش في حاجه. بدات شهر 2. وعلى قبل ال10 ايام دول، قبل امتحان 10 ايام، انا كنت مخلص العربي والحمد لله كويس خالص. ولكن ما كنتش حليت كتير. يعني ايه؟ يعني كنت حليت في النحو حلو خالص، ولكن ما كنتش حليت نصوص وقراءه متحرره كتير. فاهم؟ فالحته دي برضو خلتني ايه، ارمي ناحيه قرار ان انا اجل عربي شويه. ده اول حاجه. تاني حاجه ان انا كنت العربي ما راجعتش كل الفروع بتاعته. كان في بعض الفروع كده انا لسه ما خلصتش مراجعتها، او لسه ما بداتش مراجعتها اصلا. يعني انا كنت راجعت بعض الفروع في العربي، في فروع تانية انا ما راجعتهاش، بغض النظر ان كان في سبب اخر، وهو ان انا ما حلتش كتير. ما حلتش حتى كتب مراجعه نهائيه، انا ما حلتش غير مره واحده بس في العربي. تالت سبب كمان هو ان انا في الفتره دي العشر ايام دول انا كان في مواد تانية ما راجعتهاش، زي الفيزياء. انا ما كنتش راجعت فيزياء خالص اصلا. كنت لسه مخلص فيزياء قريب، اخر درس كنت مخلصه قبلها بفتره صغيره يعني. فكنت ما راجعتش فيزياء خالص، رغم الفيزياء بادئها من اول السنه عادي جدا وتمام التمام فيها. مش فاضل لي بس غير المراجعه. فهنا حطيت ايه، مقارنه. هل اذاكر العربي اراجع المراجعه اللي في العشر ايام دول، الفروع اللي ناقصاني وانا ما حلتش كتير في العربي، واسيبها بقى بظروفها واخش امتحان العربي، ولا ان انا اراجع الماده اللي انا مذاكرها من اول السنه عشان ما توقعنيش، وراجعها كويس واتاكد منها واخش الامتحان وانا مقفلها كده تمام 100 100؟ فاخترت ان انا اراجع الفيزياء في العشر ايام دول، وان انا ااجل عربي لسنه كامله تانية، على ان الفيزياء ممكن توقعني طبعا لو راجعتها وكروتها. والحمد لله في السنه الاولى جبت 91 ونص، وفي السنه الثانيه كان كنت ماجل عربي وانجليزي. الانجليزي ده اجلته، بص الانجليزي اتاجلت تاجيل غبي جدا يعني. اتلخبطت في سؤالين بس في الامتحان، قلت بس طالما انا ماجل عربي اجل انجليزي معاه بالمره، يلا تعالى. فده تاجيل غبي جدا. ما انصحكش تعمل الحركه دي خالص في اي امتحان. طالما داخل الامتحان ومذاكر وعامل اللي عليك ما تاجلش. ودي حركه انا عملتها، بقول لك ما تعملهاش اهو من دلوقتي. المهم ان انا بعد كده السنه الاولى جبت 91 ونص الحمد لله، مجموع حلو خالص. وفي السنه الثانيه جبت 88 و4 من 10 تقريبا. وبالمناسبه التنسيق رفع، لان انت بتنسق على السنه الثانيه. ودخلت كليه طب بيطري يعني، عشان عارف انت مستني تعرف انا دخلت كليه ايه. دخلت طب بيطري. ولو كان التنسيق فضل زي نفس تنسيق السنه الاولانيه بتاعتي، انا كنت هجيب علاج او صيدله. ولكن الحمد لله طبعا انا كنت عامل حسابي وعارف وقايل لنفسي ان التنسيق ممكن يرفع عادي جدا، وان دي حاجه ملهاش اي علاقه باي حاجه. التنسيق ممكن يرفع ممكن ينزل، انت وحظك انت ونصيبك. ورفع وكنت راضي جدا ومبسوط والحمد لله. انا طب بيطري من الكليات اللي بحبها جدا، وكنت فرحان جدا لحد انا فرحان ان انا دخلت كليه طب بيطري. فلو جيت سالتني دلوقتي هل انت ندمان على قرار ان انت قررت ان انت تاجل ولا مش ندمان، فاقول لك اكيد انا مش ندمان. بالعكس انا شايف ان القرار ده كان قرار صح جدا جدا جدا، ولو رجع بيا الزمن هاجل برضه تاني. عارف، رغم ان انا في حاجه حصلت في قصتي كده تخليني ايه، ممكن اندم شويه ان انا اجلت، رغم ان انا حاليا انا مش ندمان تماما ان انا اجلت بجد يعني. والله انا مش ندمان تماما. ولكن عارف، انا السنه الاولى لو كنت دخلت امتحان العربي وامتحان الانجليزي، انا امتحان الانجليزي اللي كنت دخلته فيه ما كنتش هنقص غير الدرجتين اللي انا كنت غلطان فيهم دول. ممكن يكون يبقى 4، لان كان ممكن يكون الغلطتين دول كل سؤال بدرجتين يعني. ولكن انت عارف ان انا والعربي انا كنت مذاكره قلت لك، ولكن كنت ايه، مش مراجع كويس وما حلتش كتير. انت عارف ان لو كنت دخلت امتحان العربي وامتحان الانجليزي دول في السنه الاولى، انا كنت هجيب مجموع بيطري برضه، كنت هخش بيطري برضه.
عارف ليه؟ لان في السنه الاولى انا كان الفرق بيني وبين بيطري، عارف كان المفروض انقص كام في العربي والانجليزي مع بعض عشان اخش بيطري برضو؟ 24 درجه. يعني كان قدامي انقص لحد 24 درجه في العربي والانجليزي عشان اخش بيطري. وانا من مذاكرتي العربي والانجليزي انا كنت انقص اقل من 24 درجه، فانا كنت اخش بيطري برضه، واجلت سنه ودخلت بيطري برضه. يعني انا السنتين بالنسبه لي كانوا محصلين بعض، ولكن انا كل الاختيار بتاعي اخترته بناء على تفكيري المنطقي اللي انا مش ندمان عليه تماما. طيب نسيبنا من انا خالص دلوقتي، دي كانت قصتي مع التاجيل. خليني دلوقتي اكلمك عنك انت. ايه القرار المناسب ليك في الفتره دي؟ هل تقرر تاجل ولا ما تقررش تاجل، ولا ايه الوضع، ايه الظروف دلوقتي؟ قولا واحدا اللي انا عايز اقول لك دلوقتي، ده مش وقت تاجيل، مش وقت تفكير في تاجيل اصلا. بص، التاجيل ده يعني اول حاجه هو ان انت تكون شخص داخل ثانويه عامه هو مقرر ان هو ياجل مواد. يعني انا مثلا داخل ثانويه عامه، انا ركنت مادتين والمواد الباقي دي اللي انا هذاكرها طول السنه، فانت شخص داخل من اول السنه عارف انت هتعمل ايه، سبت دول على جنب ودخلت الدول كده، انت تمام ماشي من اول السنه. لكن ما تجيليش ان انت راكمت وعملت ومعرفش ايه فانت دلوقتي عايز تقرر تاجل. لا، ما تقررش تاجل تماما دلوقتي. تقول لي طيب انا مراكم ومعايا حاجات ولسه في حاجات كتير عايزه تتراجع وعايز تذاكر وبتاع، اقول لك عادي جدا. الفتره دي والله كلنا كنا مراكمين حاجات كتير، كنا مراكمين حاجات كتير قوي. انت شوف، انا قلت لك انا بدات عربي من شهر 2، بدات عربي من شهر 2 وما فكرتش ان انا اجل في الفتره دي اصلا. كان في ماده كامله مش مذاكرها وخلصتها والله برضو قبل الامتحانات، ولكن ال10 ايام دول اديتهم للفيزياء. لو كنت مراجع فيزياء قبلها كان خدوهم العربي وما كنتش اجلت. ولكن انا عارف انا عملت ايه، وعارف ان ما كانش في اي وقت قبل كده للفيزياء، فعشان كده انا بقول لك مش ندمان. ما كانش في وقت عندي قبل كده اراجع فيه الفيزياء اصلا. عارف لو كان في وقت قبل كده وانا اللي تكاسلت وما رجعتش فيه كنت هزعل جدا على القرار اللي انا عملته وان انا اجلت اساسا. فانا عايز انه دلوقتي طالما قدامك وقت اكفي نفسك على الكتاب وكمل لحد اخر نفس فيك، كمل لحد اخر لحظه فيك. ما تحطش فكره التاجيل في دماغك كتير، لان طول ما فكره التاجيل في دماغك في الفتره دي فهي هتخليك تتراخى وتسيب ماده معينه كده تركنها على جنب وتقول انا كده كده ايه هاجلها، او هتقعد تفكر في تاجيلها كتير، انا مش عارف اجلها ما اجلهاش، هتيجي في الاخر خالص تقرر انت تاجلها لان انت اصلا فكره التاجيل في دماغك. فانا عايز اشيل من دماغ فكره التاجيل دي خالص. وبرضو علشان اكون صريح معاك، يعني علشان اكون صريح معاك كده وبقول لك كل حاجه على بياض، حته التاجيل ديت الاغلب مش بينجح فيها. يعني انا الحمد لله تجربتي مع التاجيل تجربه ناجحه، ولكن اغلب تجارب التاجيل تجارب فاشله. انا حواليا الناس اللي انا بشوفها اجلوا فعلا، لما باجي اشوف عدد كده الناس اللي اجلت وجابت وصلت لحاجه وعدد الناس اللي اجلت وما وصلتش لحاجه، بلاقي انه لا، غالبا قرار التاجيل ده بيكون قرار طايش من الطلبه وما بيكونوش عارفين بيعملوا ايه، وفي الاخر بيوصل بيهم الحال ان هم مش بيجيبوا حاجه وبس. فعلشان كده انا عايز اقول لك حته التاجيل ديت قرار انت لازم تكون واخده وانت متاكد منه وعارف كويس او انت بتعمل ايه، مش مجرد قرار ضايش اترمى منك في وقت هيخليك تندم عليه طول الفتره بتاعه الكليه الجايه. وانا دلوقتي بقول لك ده مش وقت تفكير في تاجيل. بسهل عليك القصه كده والتفكير الكتير اللي في دماغك حوالين التاجيل دلوقتي، بقول لك شيله من دماغك، مش وقت تفكير في تاجيل. طول ما في وقت قدامك اقعد على الكتاب، حدد في دماغك ان انت خلاص هتخلص والله اللي عليك. لما تيجي بقى فتره قبل الامتحانات ديت ابدا لم كده وشوف الحاجات اللي عليك والحاجات اللي مش عليك والحاجات اللي انت تقدر تخلصها واللي مش هتقدر تخلصه، وقرر وقتها. لكن دلوقتي لا، انت لسه قدامك وقت كبير. قسم كل الحاجات المتراكمه عليك دي على الوقت دوت ودوس على نفسك جامد قوي. طالما لسه في وقت والامتحان مش بكره او الامتحان مش بعد ساعتين، يبقى لسه في وقت، يبقى لسه تقدر تتنازل عن حاجات تانية مقابل ان انت تخلص الحاجات دي. يعني مثلا بدل ما بتنزل تتمشى لك ساعتين، خليها نص ساعه، والساعه ونص دي ذاكر فيها حاجه من الحاجات اللي انت مراكمها. طول ما لسه في وقت فتقدر تتنازل عن حاجات وتديها لوقت المذاكره دوت علشان ما تروحش ناحيه التاجيل. ولكن بشكل عام لو القرار خلص بيك على ان انت خلاص قررت تاجل وان انت مفيش قدامك حل تاني غير ان انت هتاجل، فانا عايز اقول لك ان التاجيل مش حاجه عيب، مش حاجه حرام. مش زي ما اي فيديوهات على اليوتيوب بتحكي قدامك، اي فيديو حرفيا هتفتحه على اليوتيوب غير الفيديو بتاعي يعني عن التاجيل دوت تلاقيه بيقول لك لا ما تضيعش سنه من عمرك، ما تاجلش، ما تعملش معرفش ايه. لا يا عم، ايه فيها يا عم اجل؟ ايه هو حرام ولا عيب؟ كل واحد عارف مصلحته وكل واحد عارف هو بيعمل ايه. اللي بيطلع على اليوتيوب ينصحك ويقول لك لا ما تاجلش، ما تضيعش سنه على عمرك، ما تضيعش ما اعرفش ايه، خش الامتحان ببركتها وخلاص، اهم حاجه ما تقعدش في ثانويه عامه دي تاني، ما تعيدش الثالثه ثانوي دي تاني، ما اعرفش ايه الحاجات دي، وخش بالبركه. ممكن تيجي انت دلوقتي تخش بالبركه في الامتحانات ما تجيبش حاجه، ما تجيبش مجموع خالص،
على الرغم ان انت لو كنت اجلت وكنت ظبطت موادك عادي كنت ممكن توصل لمجموع عالي جدا. وبالمناسبه برضه عايز اقول لك حاجه كمان على فكره، انا لما كنت مقرر اجل كانت الاراء دي كلها قدامي، اولهم امي. اصلا كانوا كل الناس حواليا بيقولوا ايه اللي انت بتعمله ده كله، يعني بص لي بصه قرف كده من بعيد، اللي هو ايه العبط ده، إيه ازاي يعني انت هتاجل، يعني انت ليل نهار بتذاكر، يعني ازاي هتاجل؟ انا عارف انا بعمل ايه، الكلام ده ما اثرش عليا تماما، انا عارف انا بعمل ايه، لان انا اللي بذاكر ليل نهار، لان انا اللي قدامي الكتب، فانا عارف انا بعمل ايه، انا مش محتاج حد يقول لي لا ده ولا ده. وده اللي انا بقول لك في الفيديو على فكره، انا ما بقولكش اعمل كذا، انا بقول لك بدي لك الفكره بشكل عام، بقول لك القرار في الاخر لازم يكون قرار حكيم منك. فانا ما كانش فارق معايا اي حاجه من الحاجات دي ولا اي حاجه من الكلام ده، وكلهم كانوا متضايقين طول السنه الثانيه اللي انا مأجل فيها دي، بص لي بقرف، رغم ان مجموعي كان حلو برضه يعني في السنه الاولى. ولما دخلت كلية طب بيطري وطلعت النتيجة وتنسقت ودخلت الكلية، الدكتور ألف مبروك يا دكتور، كل الناس اللي كانت زعلانة وبصلي بقرف دلوقتي فرحانين بيا ومبسوطين وفخورين جدا. الله، ما انتوا لسه كنتوا سبحان الله والله. فعشان كده عايز اقول لك ان في الاول وفي الاخر ده كلام ناس، فالناس بتتكلم، ولا ان هم لما يقعدوا يعيبوا فيك دي حاجه هتقلل منك، ولا لما يمدحوك دي حاجه هترفع منك. تمام؟ في الحالتين انت هو نفس الشخص، وده مجرد كلام. فانت لازم يكون القرار اللي هيطلع منك قرار حكيم، انت عارف انت بتعمل ايه كويس قوي، ما يبقاش مجرد قرار ضايش. تمام؟ وما تخليش رأي اي حد يأثر فيك يعني. تمام؟ يعني انا وضحت لك كل الفكره وقلت لك كل حاجه عن التأجيل في الفيديو ده، وبس كده. اتمنى ان انت تاخد القرار السليم. سلام.